انت بقى الاملاء اللي عامله حفله في دماغ الاطفال الصغيرين ومشغله الدي جي. لو سمحت يا دكتور ما تخليش الأطفال يحكوا بعنف، احنا لسه منظمين المكان بالعافية. وانت بقى تبقي مين يا حاجه وبتتكلمي كده ليه؟ أنا الأملاية الملكة الرسمية لفروة الراس، وساكنة إيجار قديم. ايجار قديم ايه بس؟ انا عايزك تفهمينا انت بتدخلي عندك كده ازاي؟ من شوية حاجات كده كل الناس بتعملها، أحضان بريئة، سيلفي، راسين جنب بعض، واحنا بقى شعب اجتماعي جدا. يعني انت عايزه تفهميني ان الامن ما بيطلعش من قله النظافه؟ اهي دي اكبر اشاعه اتعملت ضدنا يا دكتور، احنا ملناش دعوه بالنظافه، بالعكس اوقات الشعر النظيف بيعجبنا اكتر. اصبري بس، انت بتقولي ايه وقالي الكلام كده؟ يعني الواحد يتعب وينظف شعره وانت في الاخر تقومي تكافئيه؟ بالظبط يا دكتور، اي خدمه. اي خدمه ايه بس؟ طب استني، هو انت بتطيري ولا بتنطي؟ لا يا حبيبي، لا بنط ولا بطير، احنا بنمشي على الشعرايه واحده واحده، سبايدر مان بقى بس فقرا شويه. طب والحكه دي كلها من ايه؟ بص يا دكتور، واحنا بناكل بنسيب لعاب بسيط وجسمك بيتحسس منه، فتفضل تحك واحنا نتبسط. استني بس، الثقه الزايده اللي عندك دي، انت بتاكلي ايه اصلا؟ دم بسيط كده يا دكتور، ستيك خفيف يعني، ما انت عندك منه ياما. يعني انتوا كده طلعتوا دراكولا بالحجم العائلي. اقتصادي لو سمحت يا دكتور، انا بقول لك سناك خفيف، احنا مش طماعين. طيب يا ستي، طب والرز بلبن اللي لازق في الشعر ده يبقى ايه؟ قصدك الصبان؟ دي العيال الصغيرين يا دكتور، بنحب نلزقهم جنب فروة الراس عشان الدفء. يعني معنى كلامك كده ان انت مش جايه لوحدك، ده انت فاتحه حضانه فوق. لا يا دكتور، الحضانة دي كانت مرحلة وعدت، احنا دلوقتي بنفكر نفتح مدرسة. يا نهار ابيض، طب لو الواحد فضل يحك جامد ايه اللي هيحصل؟ ببساطة يا دكتور، ممكن يعمل جروح والتهابات في فروة الراس، وفي أطفال ما بيعرفوش يناموا أصلا بسبب الحكة دي. ده انت كده طلعتي مش مزعجه بس، ده انت طلعتي مشروع ازمه اسريه. ما تكبرهاش قوي يا دكتور، بس في مشكلة إن في ناس بدل ما بيتعالجوا بيجيبوا جاز ويحطوا على الشعر. اه فعلا، انا شفت الحوار ده. ما هو ده خطر جدا وممكن يضر الجلد والتنفس، واحنا اصلا لينا علاج معروف وامن. طب قولي بسرعه وخلصي نفسك قبل ما اجيب لك مبيد حشري. مقبوله منك يا دكتور، بس حاضر هقولك، في شامبو او لوشن مخصوص للامن، ولازم يتحط بالطريقه الصح، وبعدها لازم ولابد تمشطوا الصبان. يعني كده المشط طلع مهم للدرجه دي؟ مهم يا دكتور، ده السلاح النووي بتاعكم، لانه بيشيل الامل والصبان اللي لازق في الشعر. وخلاص كده؟ لا يا نجم، اغلب الناس بتغلط هنا، لازم العلاج يتكرر بعد 7 ل 10 ايام عشان البيض اللي ممكن يفقس بعد اول مره. طب وبالنسبه للبيت نرمي المراتب يعني؟ ايه يا عم الارهاب ده؟ احنا اصلا ما نعرفش نعيش بعيد عن الراس غير وقت قصير جدا، هتغسلوا الملايات والكابات والمخدات بميه سخنه وخلاص كده. طب انا سمعت ان في ناس بتحلق زيرو. دراما مصريه، اصلا ده مش شرط خالص، العلاج الصح والتمشيط اهم حاجه. طب قولي لي كده قبل ما نقفل الحلقه، ايه اخطر معلومه الناس ما تعرفهاش عنك؟ اخطر معلومه يا دكتور ان الامله الواحده الانثى ممكن تبيض من 6 ل 10 بيضات في اليوم، يعني لو اتاخرت علينا شويه هنعمل مدينه سكنيه كامله. الله اكبر، مدينه سكنيه كامله؟ ما تقلقش يا دكتور، هحجز لك شقه فوق. لا يا ستي خليها لك. خلاص يا دكتور، قول للناس بقى يعملوا فولو علشان ما اجيلهمش. اسمعوا كلامها بقى، وبصوا اي حد دلوقتي هيهرش في راسه فده طبيعي، انت ما عندكش حاجه، ده مجرد بس الرياكشن بتاعك من الحاجات اللي انت شفتها، والفيديو ده مش بس للهزار، ده هدفه التوعيه. فلو حد بقى حط راسه جنب راسك بعد الفيديو، عايزاكوا تهربوا فورا. وبس كده، ما تنسوش تكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.